تخيل لو رمضان ده كان بداية جديدة ليك، مش مجرد شهر صيام، لكن نقطة تحول حقيقية في حياتك. كل سنة بنقول هبدأ التغيير بعدين لما الظروف تتحسن، لما يبقى عندي وقت. بس الحقيقة مفيش وقت أحسن من دلوقتي. رمضان فرصة مش بتتكرر، ولو استغليته صح حياتك ممكن تتغير للأبد. رمضان مش بس شهر صيام، ده أقوى فرصة لتغيير حياتك. الصيام بيدربك على التحكم في نفسك، والصلاة بتعلمك الالتزام والانضباط، وقراءة القرآن بترفع من تركيزك وطاقة روحك. تقليل السوشيال ميديا والملهيات بيخليك أكثر إنتاجية. لو مسكت كل العادات دي وطورتها، رمضان مش هيكون بس 30 يوم، ده هيكون بداية جديدة لحياتك كلها. طيب نبدأ منين؟ علشان نخلي رمضان ده نقطة تحول محتاج خطة واضحة. اختار تحدي شخصي. عايز تتغير في ايه؟ تبطل عادة وحشة؟ تبدأ عادة جديدة؟ صوم مش بس عن الأكل، لكن عن العادات اللي بتضرك. حدد أولوياتك. رتب يومك، ما تخليش الوقت يضيع منك. حط وقت للعبادة ووقت لتطوير نفسك. قانون 1% يوميا. ما تتوقعش تغيير ضخم في يوم وليلة، كفاية تتحسن 1% كل يوم، وبعد 30 يوم هتلاقي نفسك إنسان جديد. استغل الصحبة الصالحة. مشوار التغيير مش سهل، بس لو حواليك ناس بيحفزوك هتلاقي نفسك بتتحسن أسرع. خد بالك الحاجات دي ممكن تضيع منك فرصة التغيير في رمضان. المبالغة في الأهداف. ما تحطش أهداف كبيرة فوق طاقتك وتيأس. ابدأ بخطوات بسيطة ومستدامة. إدمان السوشيال ميديا. رمضان فرصة إنك تقلل من الملهيات. ما تخليش التيك توك والانستجرام يسرقوا وقتك. الكسل بعد الفطار. الاكل مش معناه نوم وكسل، خليك نشيط عشان تستغل اليوم صح. كل حاجه بتبدا بقرار، وقرارك النهارده ممكن يغير حياتك للابد. خد خطوه صغيره وحدد هدفك، وحاول تبدا النهارده، لان اللي بيبدا دلوقتي هو اللي هيشوف الفرق الحقيقي بعد رمضان. السؤال دلوقتي، انت جاهز؟ اكتب في الكومنتات ايه التحدي اللي ناوي تبداه في رمضان. خلينا نساعد بعض ونحفز بعض. ورمضان كريم عليكم.